بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير. اش اخباركم؟ يا ربي مزيانات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، ربي اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومساء الخير، مساء الفل، مساء الورد. اش اخباركم؟ يا ربي مزيانات، يا ربي بالخير وبالصحة وبالعافية. مرحبا بكم معايا بفيديو جديد ونهار جديد. مشرفني ومنورني في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم طاغت بالحامض وحرشة بالزعتر، وشنو تقديت العراضة ديال غدا إن شاء الله، وشنو شريت من بيم. وموضوعنا اليوم على أسفاه العقول، موضوع مهم بزاف بزاف، خصوصا المتزوجات. كنتمنى أنكم تستمعوا لهذا الموضوع لأنه أكيد أخواتي غادي يفيدكم. لايك صغير يشجعني ويدعمني، وآجي معايا نبداو الفيديو. هنا أخواتي، أول حاجة بديت بها اليوم في الصباح هي قلت غادي نصوب واحد الحرشة الحسناء لأنها تشهيتها البارح. قالت لي ماما عافاك صوبي لنا حرشة بالزعتر، أنا مشهياها. فهنا خديت تقريبا 400 غرام ديال السميده الرقيقه، واحد ربع كاس ديال الزيت البلديه، وخديت واحد المعلقه ديال الزعتر البنات من بعد ما نقيته وسخنته. بس هذيك السميده بزيت العود باش يدخل فيها مزيان مزيان. من بعد ضفت عليها هذيك المعلقه ديال الزعتر، واحد الخماره حمراء، معلقه ديال العسل، وواحد شويه ديال الملحه، غير واحد طريطقه، راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز، والحليب دافي. غادي ندوب ديك الخميره في الحليب دافي، وغادي البنات نخلط هاد الحرشه. ما تعجنوهاش البنات، غير باطراف الاصابع كما شفتوا، خليوها شويه مرخوفه وصافي. غادي نغطيها ونخليها ترتاح تقريبا واحد 5 دقائق، ما كاملاش، بين ما نسربي الطبله، وغادي نرجع نطيبها معكم. ودابا وانا كنوجد هكا الطابله وكنوجد الفطور، خليونا نهضروا على الموضوع اللي تكلمت لكم عليه اليوم، وهو اسفاه العقول اخواتي، وعلى المخببات. وانا البنات كنشوف هكا في التيك توك الا وكنشوف واحد الوحده من سفهاء العقول، يعني الحمد لله على العافيه، فجالسه كتقول انا كنعتبر كلامها تخبيب. طبعا كلامها المتزوجات، سمعي المزوجة عندك تزوجي أجنبي راهم كيخونوا زوجاتهم المغربيات، والزوج ديالك إلا ما جابلكش مثلا واحد الصاك غالي راه كيجيبو لغيرك، وإلا ما سافرش بك كيسافر مع غيرك، وعرفي إلا كان في بالك شي حاجة عرفي راه كيجيبها لغيرك. فالمقصود في كلامها طبعا أنه سيري طلبي من الزوج ديالك ما ترحميش. هذا هو المغزى ديال كلامها. وأن واحد الوحدة من المغرب وقصتها حقيقية، خضات مسيحي ماشي مسلم، فهادشي هذا هو كلامها. فتخيلوا معايا أخواتي، أعظم حاجة أن يهتدي على يديك واحد الراجل ماشي مسلم أو لا مرأة غير مسلمة وغيدخل الإسلام على يدين الزوجة ديالو. من دعا إلى الهدى فله مثل أجور من تبعه، ما كينقصش من الأجر ديالو حتى حاجة. تخيلوا معايا إنسان غادي يدخل الإسلام على يديك، قاع صلاته، قاع أعماله، كل التسبيحات ديالو، الحج ديالو، العمرة ديالو، الركوع ديالو، السجود ديالو، الصيام ديالو، القرآن ديالو، كله في ميزان حسنات الزوجة عند الله. ولادو غادي يكونوا مسلمين، ولادو غادي يكونوا مسلمين. داك الشي كامل في ميزان شكون؟ في ميزان الزوجة اللي دخلته الإسلام. فهذا كان مغزى كلامها، راه حتى الحيط اللي ما كيفهمش غيفهم كلامها. فكتقول ما تزوجوش أخوتي من الأجانب وطلبوا الفلوس من رجالكم. ففي الصراحة كاينين شي عينات قذرة غادا وكتخبب، غادا وكتخرب ديوركم، فانتبهوا. كاينين ناس ما شاء الله عقولهم كتوزن بلاد، يعني مثقفين فاهمين، كيشوفوا تفاهة هاد الشيء كيدعسوا عليها وكيمشيو. لكن كاينين ناس للأسف عقلهم صغير كيتيقوها. غتكون شي وحده غتدخل شي مسيحي للاسلام، غدير مناقص، اولا شي اخت غتمشي عند راجلها جيب لي الصاك ديور، جيب لي الصاك الفلاني شانيل، انا باغيه نسافر للبلاصه الفلانيه، وانا وانا وانا. اشنو ذنب الزوج مسكين؟
فكتقول لهم الا ما دارش لكم الزوج ديك الحاجه راه غيصوبها لغيرك. كلامها لبعض النساء كيضرب على الوتر الحساس، والبعض سفهاء العقول حتى هما، لانه ملي كيكونوا كيسمعوها غيتحشروا معاها. للاسف بعض الزوجات يعني كتبغي اي حاجه واخا تكون بعيده على الحاله الماديه ديال الزوج ديالها، قادر ولا ما قادرش جيب لي وبس. راه زوجك عنده ولا ما عندوش، مثلا الا ما شرالكش الذهب، لان هذه اللي شفتها في التيك توك كتبان على الناس بالذهب، كتفوح عليهم انا عندي وانا عندي وانا عندي وعندي حوايج غاليين. راه زوجك الا ما شرالكش هذا الشيء كامل راه جالس مثلا كيجمع باش يبني لك دار انت وولادك. الا ما شرالكش مثلا صاك ديور او لا شانيل لانه غادي يشري لك شي حاجه اهم منها في حياتك العمليه. مثلا غادي يدير واحد الشركه ديالو ما يبقاش خدام مع الناس كمثال، فإلا كان كيعطيك كل شهر مصروف بسيط وعلى قدك لانه جالس كيجمع الباقي الايام المستعصيه، لا سمح الله تمرضي انتي ولا يمرضوا وليداتك تحتاجي الدواء او اي حاجه طارئه سواء طبيب او لا غير طبيب، فكل وحده تراعي الله في الزوج ديالها، سواء في فلوسه في ماكلته في شرابه حتى في دارو. خافي الله في الزوج ديالك سواء كان عنده ولا ما عندوش، خافي الله في الزوج ديالك في كل الأحوال. الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا 4 من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. يعني لاحظي هو ذكر المرأة الصالحة، ماشي غير تعبدي الله صافي غادي يولي سميتك صالحة. ضبطي أخلاقك مع الزوج ديالك هكا انتي غتكتاملي في صلاحك. احترميه قدريه راعيه، راعي الظروف ديالو، راعي المشاعر ديالو، راعي الوضع المادي ديالو النفسي اي حاجه حتى الصحي، راعي الظروف في كل حاجه. ماشي حيت كتصلي وكتصومي الايام البيض ولا تسميتك المراه الصالحه، لا، راه الصلاح في النفس ماشي في العباده. وانه تطلبي من راجلك فوق القدره الماديه ديالو راها ماشي شطاره منك او لا ذكاء، وما كيتعتبرش كيد من كيد النساء، لا، هذه كتسمى قلة الأداب وقلة العقل من الفوق. والنساء اللي ولاو في التيك توك الليل كامل وهادو راهم زوجات وكيديروا اللايفات مع الرجال، لا احترام للزوج، لا تقدير العائلة الزوج، لا احترام لنفسها. هي اللي كتقول مستلمة، واش كتقول في هذا اللايف كون غير كانت كتعطي شي محاضرة ولا شي موضوع مفيد، الكلام اللي كتخرج من فمها كتهين راسها قبل ما كتهين الناس اللي كتاكل لهم في لحمهم. سفهاء العقول الله يعافينا منهم. فضبطي نفسك، ضبطي رغباتك، ضبطي عقلك، وما تثقيش هذيك اللي كتبين الذهب وكتقول لك راجلي شرالي، انا دار لي، انا طلعني، انا صفرني، انا جابني، انا نزلني. تلقايها شاريه داك الذهب راسها وكتطلع تقول لكم انا راجلي شراليه. فضبطوا نفوسكم اخواتي وردوا بالكم من هاد المخببات لانهم كيخربوا الديور. والراجل باخلاقه بتربيته سواء كان عنده ولا ما عندوش، الراجل برجولته بتربيته، ماشي تجي وحده بحال هذه خفيفه عقل تقول لك هاد الكلام وتضحك عليك بهاد الكلام، وراجلك المسكين هو اللي يمشي فيها. تقولي ليه جيب لي الذهب حتى انا، جيب لي الحوايج من ديك الماركه، جيب لي الصاك من داك المول، جيب لي وجيب لي، غديني سنه في الريستورا الفلانيه. رحمي هذاك الادمي اللي عندك الا بغيتي دارك تكون سعيده، زواجك يكون سعيد، حياتك تكون هانيه. ما غنقول لكمش ورديه لانه الحياه بشكل عام ماشي ورديه. الافلام الرومانسيه اللي كتابعوها ما كايناش في الحياه ديالنا الواقعيه، ما كاينش بحالها، هما كيبالغوا. لابد الحياه الزوجيه كتدخلها البعض من المنغصات، ولكن لها فوائد. هاد المنغصات كتلقاي الزوج ديالك الا دار معاك شي مشكله النهار الثاني كتلقايه جا عندك، اشنو بغيتي في خاطرك نجيبو ليك، اشنو بغيتي، وكتلقايه جاب ليك ديك الحاجه اللي تمنيتيها، سوا ريحه سوا حاجه بغيتيها في دارك. فما تكونيش خفيفه، تيقي اي كلمه من عند سفهاء العقول. فإلا كنا غنسمعوا الكلام هادو كورا شحال هادي خربوا لينا ديورنا، من شحال هادي كورا زواجنا تشتت، كورا ولادنا تشتوا، ولكن الوحده بعقلها بتقوليتها باخلاقها
والديك رباوك تربيه زوينه، نقليها معاك لدار راجلك، ماشي في داركم كتكوني مربيه وملي كتجي لعند دار راجلك كتخفافي كتهبلي. ردوا بالكم لنفوسكم، ما تكونوش ديل للمخببات. وعذرا على هاد الكلمه اخواتي، هما غاديين وانتي غادا كتسمعي فيهم. خلي لك كيانك، خلي لك عقلك، خلي لك رزانتك، الفهم ديالك، الادراك ديالك. فاستخدمي عقلك. هي ما صحيحاش ما حتى شي حاجه، هي قويه ببجاحه وانتي مستدرجه بضعافه، لانك انتي درتي بكلامها، انتي مستدرجه بضعافه. مشيتي سمعتي هضرتها، جيتي طبقتيها على راجلك، راجلك صيفطك لدار باك. اشنو استفدنا؟ الاهل عز وسند و ولكن الزوجه بلاصتها دارها مع الزوج ديالها مع وليداتها. عارفي كيفاش تبني حياة زوينة، حياة حلوة، حياة سعيدة في دارك. ماشي الزوج ناعس وانتي دايره اللايفات مع الرجال حتى الزوج ديال الليل وتقولي انا مرا مسلمه وانا. ونصيحه لاي اخت سواء كنتي مزوجه ولا ما مزوجاش، عمرك ما تكوني مخببه بين الراجل ومراته. وهذه اللي كنعاود لكم عليها، ما خبتش ما بين الزوج والزوجه، هذه راها خبت امه بالكبر ديالها. والحمد لله الدولة عندنا ما مقصراش، فبحال هاد الأشكال ما تحشميش منها، خلي القانون يربيها. لكن أهم حاجة عقلك. شوفي، الزوج نعمة من ربي، والزواج نعمة من ربي، والزواج ميثاق غليظ. الزواج ملي كان آدم وحواء، ربي رسل حواء لآدم وخلق لي حواء باش تونسوا. لاحظي، كان في الجنة ما خاصو حتى شي حاجة، قصور وأنهار وأشجار. تخيلي أنه في الجنة ومع ذلك حس بوحشة، فاعطاه ربي حواء. وانتي أشنو بغيتي بشي حياة فيها الذهب وفيها حاجات ماركة وفلوس، ولكن الزواج ديالك فاشل وحياتك كحلة. حرصي على زوجك، خلي حياتكم ونيسة، حياة بسيطة. واللي حياتها تفاخر وتبجح وانا هي راها ماشي فرحانة. نبصم ليكم بالعشرة، فين مشيت، فين جيت، فين طرت، فين نزلت، فين تغديت، فين كليت، السعادة ماشي في المظهر. فانتبهوا أخواتي، الله يعافيكم. دابا هنا غادي نرجع معكم الطاغت بالحامض. عندي البنات 150 غرام ديال الزبدة، كاس ديال السكر كلاصي، واحد الساشي ديال الفاني. وغادي نخلط هاد الاشياء كامله مع واحد القريصه ديال الملحه، غادي نخلطهم مزيان حتى غادي يندمجوا. بالنسبه للزبده البنات عندي 150 غرام، بالنسبه للدقيق 250 غرام. عندي واحد 2 معالق ديال الزيت ضفتهم دابا مع بيضه. وشديت البنات اللوز طحنته بالقشور ديالو، ما محمر ما حتى شي حاجه. ضفت 2 معالق ديال اللوز بالقشور ديالو، طحنته وضفت هنا 2 معالق. دابا غادي نضيف هذاك 250 غرام ديال الدقيق بالتدريج وغادي نجمع. حاولوا البنات ما تعجنوش هاد العجينه، غير بسوها هكا باطراف الاصابع، لانكم الا عجنتوها ملي غادي تطلقوها وتدخلوها الفران غادي تقلص لكم العجينه وغادي تهبط لكم وما غتجيكمش هذيك لاطاغت كيف ما بغيتو. فصافي كما كتشوفوا اخواتي جمعتها غير باطراف الاصابع هكا مزيان. دابا غادي نلويها في بلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه تقريبا واحد 30 دقيقه، عاد غادي نخرجها. فكما قلت لكم اخواتي، درت 150 غرام ديال الزبده، كاس ديال السكر كلاصي، بيضه، شويه ديال الملحه، واحد الساشي ديال الفاني وصافي، و250 غرام ديال الدقيق و2 معالق ديال الزيت. هادو هما المقادير اللي استخدمت في هاد العجينه. دابا من بعد نص ساعه جبدتها البنات، خديت هذاك الورق ديال الفران، درت 2 هكا، واحد الورقه من التحت وورقه من الفوق، ودرت العجينه من الوسط وكنطلقها بالدلاك باش يسهل عليا انني نستخدم هاد العجينه ونهزها هكا ونحطها في المول، تجيني سهله ما تبقاش تقرد ليا. لان هاد العجينه البنات، هاد لاباط بغيزيل كتكون فيها الزبده بزاف فدغيا كتفرتت، ولكن ما تخافوش منها، راه دغيا كتسودا. الا زعما تهرست لكم شي حاجه راه دغيا اخواتي كتسودا. نطلقوا هاد العجينه ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، باش هكا ملي ناكلوا هاد لاطاغت ما تجيناش ديك العجينه غليظه. فصافي البنات قلبت العجينه فوق السيركل، ودابا دوزت عليها هكا بالدلاك
باش كنحيد هذوك الزوائد ديال العجينه، كنضغط هكا، كنثبت البنات هذوك الجناب مزيان مزيان باش ياخذوا ليا ديك الفورمه ديال هاد السيركل هذا ديال لاطارت. صافي كنتسكها بالفرشيطه مزيان مزيان كامله، وغادي ندخلها للفران مسخن على درجه الحراره 175 حتى تذهب وطيب لينا العجينه ونخرجوها. بالنسبه للبنات الحشوه اللي غادي ندير فيها اولا الكريمه ديال الحامض، درت البنات هنا 4 ديال البيضات وضفت كاس ونص ديال السكر واحد قشور حامضه، ولكن البنات انا كندير غير بالنظر فبانوا لي هاد 4 البيضات ما غاديش يكفاو، ضفت 2 بيضات اخرين، يعني درت 6 البيضات كاس ونص ديال السكر سنيده، وضفت البنات قشور حامضه. خذوا البنات غير القشره الفوقانيه فقط. صافي خلطت مزيان مزيان. هنا غادي نضيف واحد 2 معالق ديال المايزينا، وغادي نحرك مزيان مزيان حتى يندمج ليا مزيان، تندمج ليا هاد المايزينا مع هاد الخليط. وغادي نضيف كاس وربع تقريبا ديال عصير الحامض. تيقوني البنات هاد الكريمه كتجي غزاله بزاف بزاف، سوا بغيتو ديروا لي طاغط صغار فرديين اولا ديروا البنات يعني طاغط كبيره بحال اللي درت انا. فكما شفتوا ضفت واحد الكاس وربع ديال الحامض، ولا بغيتو ديروا حتى كاس ونص ماشي مشكل. صافي غادي نفرغ هذا الخليط في كاسرونه وغادي نديه البوطه على بوطه مهيله. ما غاديش البنات نوقف من التحريك باش ما تلصقش ليا ديك مايزينا. غادي نبقى نحرك حتى تختار ليا هاد الكريمه. ملي غادي تختار هاد الكريمه غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. فهذه كتحضيرات البنات مسبقه، وكما شفتوا مشيت للمارشي زدت شويه ديال الخاص، زدت شويه ديال الاشياء اللي غادي نحتاجها غدا ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم واحد المقبله زوينه بزاف للضيافات، وغادي نبارطاجي معكم ايضا داك الدجاج اللي شرملت معكم بالطريقه كيفاش كنطيبوا المرافقات ديالو. فغدا ان شاء الله غادي يكون فيديو رائع، فما تمشيوش بعيد باذن الواحد الاحد. فصافي البنات هنا من بعد ما عقادت ليا هانتوما كما شفتوا ضفت عليها معلقه ديال الزبده وطفيت البوطه. هنا البنات مشات ليا اللقطه اللي كنت كنوريكم فيها لاباط كيفاش طيبتها، يعني ما طيبتهاش بزاف غير تحمرات ذهبات. صافي وطفيت عليها وباش كنت كنخوي الكريمه. فهانتوما عمرتها بالكريمه. دابا غادي نغطيها بالسلوفان وغنبيتها في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نبارطاجي معكم الطريقه ديال التزيين ديالها. غادي نوريكم البنات العجينه كيفاش جات. للاسف كنت كنوريكم ويحسب لي الكاميرا كتصور ولكن ما كانتش كتصور. هانتوما البنات راه كتجي ناجحه 100% والمذاق ديالها بحال ديال المحلات تماما واحسن البنات. فهاد الطريقه اعتمدوها زوينه بزاف بزاف. ودابا اخواتي غادي نبارطاجي معكم شنو خديت من بيم من بعد ما غندير السلوفان لهاد لاطارت هادي، وغادي ندخلها للثلاجه باش غدا ان شاء الله يجيني الشغال ساهل ونقدر هكا نتحكم فيه. دابا اخواتي الغاليات غادي نبارطاجي معكم شنو خديت من بيم، ولكن قبل حسنا بغات تسلم عليكم. السلام عليكم متتبعات ماما الوفيات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف، كنشوف التعاليق ديالكم كامله جميله اللي كتسولوا فيا يسول فيكم الخير. شكرا لكم بزاف، كنقدم لكم تحيه من كل اعماق قلبي. الله يحفظكم لينا والهلا يخطيكم علينا يا ربي. ودابا غادي نبارطاجي مع خواتاتي. خديت البنات هاد الكويت هذا، راه حسنا نقول لهم شحال فيه تاع العبار. فيها البنات 2 متر و15 سنتيمتر على متر و95. هذا راه ديال الناموسيه ديال 2 بلايص. هانتوما البنات غنوريكم نوريهم الطول. شوفوا كي دايره البنات، راه كاين ديال بلاصه وديال 2 بلايص. هانتوما راه كبير اخواتاتي. شوف هانتوما غزال. شوفوا الجوده ديالو كي دايره.
زوينه البنات، والثمن ديالو راه مناسب بزاف بزاف. وزعما كاينه حاجه جديده، ماشي بحال تاخدي شي حاجه قديمه مثلا ولا ما كتكونش يعني ما كتكونيش مرتاحه فيها. ماشي بحال هذا الجديد. وان شاء الله غادي نمشي لدرب عمر، غادي نفصل ليه هكا الغشه ديالو، غادي نفصل لي زار ان شاء الله، لا بالنسبه للناموسيه ديالي ولا بالنسبه للوليدات باذن الواحد الاحد. وغادي نبارطاجي مع خواتاتي كل شيء، فين ما مشيت حبابي معايا ضروري باذن الله. حتى لهنا اخواتي غنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا، اكيد استفدتوا. ما تنساونيش من لايك، وإلا كتشوفي القناه اول مره وعجباتك اشتركي، ومرحبا بك بين خواتاتك. وإلا حسيتي انك كتستافدي بارطاجي لا فيديو مع امك مع اختك او جروب عندك في الواتساب. ربي يجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في رعاية الرحمن.